ربنا عز وجل قال في القرآن: وأعرض عن الجاهلين. بس السؤال هنا: هل الإعراض دايما قوة؟ الإعراض في الشيء اللي بيستنزفك مش هروب أبدا، ولا تجاهل من ضعف. ده اختيار عميق من جواك إنك ما تنزلش لمستوى السفاسف. الإعراض بيعلمك تعلو بنفس عن السبب، وما تديش قيمة أبدا للي عايز يستفزك. لأن يا صديقي باختصار، اللي بيجرك للطين بيبقى عايزك تتعاص زيه، بيبقى عايز يوقعك في الوحل ويتفرج عليك. بس في نقطة مهمة عايزك تاخد بالك منها قوي: إن الإعراض بينفع مع الجاهل فقط، مش مع اللي بتحبه. يعني في بيتك مثلا، مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوك، أختك، مع أقاربك، صلة رحمك، إنك تفهمهم وتحتويهم أحسن من إنك تعرض عنهم وتقاطعهم. فالاحتواء أهم من السكوت، والفهم أهم من الإعراض. والحكمة مش إنك تسكت دايما، ولا إنك ترد دايما. الحكمة يا صديقي إنك تعرف إمتى تسكت، وإمتى تتكلم، وإمتى تعرض، وإمتى تقدر اللي قدامك وتحتويه. باختصار، الإعراض أخلاق، والاحتواء مسؤولية، والعاقل اللي يعرف يجمع بينهم. دمتم بخير، ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.